أثار مسلسل الدم المشروك المذاع على القناة المغربية الثانية خلال رمضان جدلاً واسعاً حول هويته الثقافية، حيث انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هيمنة الطابع الصعيدي المصري على العمل، بدءاً من القصة والأزياء السوداء المعتادة في الدراما الصعيدية، مروراً بالديكور، وصولاً إلى كاتبة السيناريو المصرية هاجر إسماعيل. واعتبر الصحفي محمد واموسي أن العمل مصري بامتياز، مشيرا إلى أن القناة استوردت السيناريو من مصر بعد طلب 3 نصوص من الكاتبة المصرية. رغم الجدل، حققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال 42 ساعة، مما يشير إلى تفاعل الجمهور مع العمل رغم الانتقادات الموجهة له.